اختلف العلماء، هل شوبيفاي هو الحل ولا اوفر ريتد وتكاليف؟ وهل وو كوميرس البديل حاجة خاصة بيا وبعمل فيه كل حاجة، ولا مواقع أخرى زي يو كان وإيزي أوردرز وأشياء من هذا القبيل؟ ده موضوع فيديو النهاردة ويلا بينا. لما بتكلم في النقطة دي بحب دايما أقول المثال ده بحيث أجيب لك من الآخر. أول حاجة شوبيفاي زي أبل، وو كوميرس زي سامسونج، عندنا ايزي اوردرز ويو كان ده يعتبر شاومي واوبو مع احترامي ليهم كلهم طبعا. بس السؤال هنا ايه اللي اختاره؟ هل معنى كده ان شوبيفاي هي الافضل؟ بص يا عالمي، طبعا محدش يقدر ينكر ان شوبيفاي هي رقم واحد عالميا، و99% من اللي شغالين دروب شيبنج عالميا بيستخدموا منصة شوبيفاي، طبعا لسهولتها، عشان احترافية، عشان فيها كل الأدوات اللي بتساعدك كدروب شيبنج، حاجات تانية كتير. بس بما إننا هنشتغل دفع عند الاستلام وفي الوطن العربي وفي الأغلب باللغة العربية، فهي مش أفضل حاجة لأن ليها بدائل أخرى. بس ده مش معناه إن هي وحشة، لأ، أنا بقول في بدائل أفضل. لو انت عايز تشتغل عليها قرار نهائي فمفيش اي مشكله، بس يفضل تضيف اداه اسمها COD فورم ولغه انجليزيه. نيجي للمنصه الثانيه وهي وو كوميرس، دي ما فضلهاش في البدايه لو انت ما عندكش خبره مع وو كوميرس عامه والورد بريس، او ما عندكش خبره في البرمجه او التصميم، فملهاش اي 30 لازمه. عشان تتعلم ده ففي بدائل زي ما قلت افضل بكتير، بس انا بقول لك للمعرفه عشان عيب تبدا وانت ما عندكش خبره عن كل حاجه حواليك، فالحاجات دي لازم تكون عندك خلفيه عنها على الاقل. المنصه الثالثه والثالثه مكرر لان هما الاثنين يعتبر زي بعض باختلاف البلد وكم ادوات كده في النص، هما ايزي اوردرز ويو كان. المنصتين دولت يعتبر نفس كل حاجه ومعمولين خاصة لهذا البيزنس موديل، بحيث لو انت هتشتغل COD دروب شيبنج اللي هو دفع عند الاستلام، في الحالة دي دول أفضل منصتين تقدر تعمل عليهم الويب سايت بتاعك. يو كان مغربي، ايزي اوردرز مصري، والاتنين تقدر تختار منهم عادي، مفيش أي اختلاف. هم فقط بعض الإضافات وبعض التطبيقات اللي كل منصة بتضيفها مع الوقت. وليه دولت حلوين في البداية؟ لأن أنت مش هتحتاج خبرة في تصميم المواقع، مش هتحتاج خبرة في التصميم، أنت مجرد ما بتسجل في أي موقع من الاتنين بيظهر لك شكل على الويب سايت ثابت، تقدر تعدل على الألوان، على الخطوط، تضيف صور، تعدل اللوجو، كل حاجة مهيئة. في برضو أشكال أخرى تقدر تضيفها منه، وبعد ما تعمل كل الكلام ده مبروك، دلوقتي الستور بتاعك مهيأ ان انت تضيف المنتجات وتبدأ شغل عليه. والميزة كمان ان العملاء في الوطن العربي من كتر ما في ستورز كتير شغالة عليهم وعارفين شكل كل حاجة، فعارفين بيطلبوا منين وعارفين بيخشوا فين. بس طبعا الحاجة الوحشة ان هم اكيد طلبوا من ستورز عاملين على نفس المنصتين فحافظين الشكل، فنحاول على قد ما نقدر عشان نتجنب كده نختار ألوان مختلفة، نختار حاجة هادية، نحاول نصمم اللي هو نحط صور وخطوط مختلفة، عشان برضو نفرق ما بيننا وما بين الناس اللي هم ممكن العملاء اشتروا من عندهم قبل كده وطلع منتج أي كلام أو اتضحك عليهم أو أشياء من هذا القبيل. في النهاية برضو حط في اعتبارك إن مفيش منصة أحسن من التانية، الاختيار الصح اللي هو بيناسب طبيعة شغلك. لو هتشتغل باللغة الإنجليزية وناوي تقلبه براند، مفيش أحسن من شوبيفاي. حابب تعمل حاجة خاصة ليك أنت بستايلك بشكلك بكل حاجة، عندك وو كوميرس وهقلل معاك تكاليف برضو. عندك لو عايز حاجة مهيئة لده، لو ما عندكش خبرة في التصميم أو البرمجة وعايز تقلل تكاليف والعميل يعتبر متعود عليها، عندك طبعا ايزي اوردرز وعندك يو كان. في حاجات تانية زي لايت فانلز وفي كتير جدا، بس دولت أشهرهم وأفضلهم. في الآخر يعتبر ده محل، مش هيفرق مين اللي صمم المحل. وفي النهاية لو عندك أي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، وتقدر تتواصل معايا على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن، وطبعا كيب ريدي.